الأهلي يعتلي صدارة جدول الدوري المصري الممتاز بعد الفوز على زد بهدفين لهدف. إيه؟ تقول إيه؟ خلص تعادل؟ في مباراة شوطها الأول زد كان يقدر إن هو يخرج منها متقدم بهدفين وثلاثة، لكنه اكتفى بهدف واحد بس في مرمى الشناوي. طارق مجدي كان بيتمنى يحسب الكورة دي ركلة جزاء للأهلي، لكن للأسف لجنة الحكام أعلنت من 48 ساعة بس إن الكورة المماثلة ليها في ماتش الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الكاس ما كانتش ركلة جزاء، وتم إيقاف حكام المباراة. هدف تاني لزد من هجمة مرتدة جيدة جدا، لكن الفار فارنا والحكام حكامنا. الجول بيتلغي بداعي التسلل وبنظبط خطوطنا. طارق مجدي بيحسب 9 دقايق وقت بدل ضايع، لكنهم ما كانوش كافيين علشان يزود عليهم 6 دقايق ونلعب شوط اضافي كامل. لكن للاسف لاعيبه الاهلي ما قدرتش ان هي تتوج مجهود طارق مجدي بتسجيل الجول الثاني في اخر الدقايق. نقطة أخرى غير مستحقة للأهلي بعد الحصول على 6 نقاط من المباراتين السابقتين بالتحكيم، نقطة بيرفع بيها الأهلي رصيده ل 37 نقطة علشان يرتقي من المركز الرابع للمركز الرابع. إدارة الزمالك لازم تبقى مصحصحة وواعية للي بيحصل، لأن آخر 3 ماتشات الأهلي بيكسب 7 نقاط بالتحكيم، فالموضوع ده لازم له وقفة. عاش الزمالك، عاش جمهور الزمالك. الزمالك في كل ظروفه اللي كل الدنيا ضده، برضه هو الزمالك هيفضل ينافس وهيفضل بطل.